السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معايا ركنة 3 قطع جاري التشطيب فيها. طبعا الركنة كجسم الركنة نفسه خلاص، لكن فاضل الشلت بتاعة القعدة وشلت الظهر، فهنلف كده مع بعض ووريكم قطعة قطعة من الركنة. فدي كده الجزء الاول منها، تمام. وادي الجزء الثاني. طبعا هي الحاجة كده على بعضها لان احنا لسه شغالين فيها. وادي الجزء الثالث او القطعه الثالثه منها. طبعا دي الشلت بتاعتها هي متخيطه على التلبيس على طول، والسفنج متقطع اهوت على طبعا على حسب مقاس الشلته هتبقى قد ايه. وبس السفنج بيتحط عليه طبقه فايبر رول ويتلف كسوه بالعبك، وبعد كده بيتلبس الكسوه الخارجيه بتاعته اللي هي القماش ده زي ما انتم شايفين كده، متفصل بالسوسته، سوسته كبيره عشان الشلته تخش مرتاحه وتبقى سهله واحنا بنلبسها. تمام كده. البضاعه بقى اللي محطوطه هنا، طبعا عندي السفنجات اللي محطوطه في الظهر وفي الدراعات. سفنج هايبر كثافه 40، هوريه لكم اهوت. سفنج 5 سنتي هايبر كثافه 5 كثافه 40. تمام كده. بالنسبه للقعده بقى، برضو العميل هنا كان طالب سفنج هايبر للقعده اللي هو ده، شايفينه ده بقى سفنج بسم الله ما شاء الله عليه تحفه. بس الهايبر دوت طبعا يعني اللي فاهمه هو اللي بيطلبه، عشان هو بيبقى طري خالص. فاللي بيحب القعده تبقى طريه خالص هو اللي بيطلب مننا الهايبر، غير السفنج السوفت اللي هو ال 45 صناعات اللي احنا دايما برضو كنا بنتكلم عنه في الفيديوهات. تعالوا اوريه لكم اهي المرتبه، مرتبه صناعات كثافه 45. ماشي، دي احنا بنشتغل بيها برضو على طول، بس اللي بيطلب هايبر بنحط له هايبر. تمام كده. وزياد كده اللي هي الشلته بتاعت الظهر مش هتبان دلوقتي، هتبان لما تتفنش، لما تلبس الكسوه بتاعتها وتتفنش. تمام. ودي كده القطعه الثالثه. تمام. استنونا بقى في فيديو الفينش. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.